واهلا بيكم في حكاوي البوب. اول حاجه كده، كل سنه وانتم طيبين. الحكايه اللي هحكيها لك النهارده مش زي اي جريمه ممكن تسمع عنها، دي حصلت في وقت كله فرحه، كله تكبيرات، كله ناس بتضحي وبتوزع وبتعيد على بعضها. بس في شارع معين وفي بيت معين كان في واحد بيضحي بس بحاجه تانية. ناس شافته بيضحك وناس تانية شافته بيكلم حد مش موجود. وبعد العيد اتفتح باب بيت مهجور وطلعت منه ريحة دم ومشهد ما يتشافش وما يتحملوش إنسان. ركز معايا عشان القصة ديت هتشدك من أول كلمة لحد آخر نفس. فحضر بقى الطقوس كده اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. الحكاية بدأت في منطقة قريبة من محافظة طنطا. القرية دي كان معروف عنها إنها هادية وكل أهلها بيحبوا بعض، وفي وسطها كان في بيت قديم قوي، بيت الحاج خميس، راجل كبير في السن عايش لوحده بعد ما ولاده سافروا بره ومراته ماتت من 10 سنين. قبل العيد الكبير ب3 أيام الحاج خميس قرر إنه هيشتري خروف العيد، بس المرة دي قال للناس جملة غريبة شويتين 3. قال لهم السنة دي لازم تكون الأضحية مختلفة. الناس ضحكت وفكروا بيهزر، جملة عادي يعني، بس محدش فهم قصده. نروح ليوم الوقفة نلاقي الحاج خميس جاي البيت ومعاه خروف غريب، لونه مش أبيض ولا أسود، كان فيه لون كده رمادي غامق وعينيه كأنها بتلمع في الضلمة. الناس اللي شافوا الخروف قالوا إن عيون الخروف بتبص علينا كأنها عارفانا، والأغرب إن الخروف كان بيصرخ بالليل، مش بينعق، لأ بيصرخ كأنه بني آدم بالظبط. الجيران بدأوا يخافوا بس ما يدروش يتكلموا، لأنه طبعا الحاج خميس راجل كبير وكل الناس الجيران بيحترموه. بس في واحدة ست اسمها أم نبيلة كانت ساكنة في البيت اللي قدامه، شافت حاجة مرعبة. الساعة 3 الفجر شافت الحاج خميس واقف قدام الخروف ماسك سكينة وبيقوله دورك جاي، أنا استنيت كتير. طبعا جملة غريبة، بس استنوا بقى علشان نعرف كل اللي حصل بالتفصيل. في أول يوم عيد الساعة 7 الصبح الناس نزلوا طبعا علشان يصلوا، لكن الحاج خميس ما طلعش. بعد الصلاة كل الناس رجعوا علشان يضحوا والكلام بقى اللي انتوا فاهمينه ده، وكل بيت دخل عليه الدم والفرحة إلا بيت واحد، بيت الحاج خميس. الناس سمعوا صوت ذبح عالي جدا وصوت صريخ وصوت زي مايك بيتكسر. طبعا العيال الصغيرة بيحبوا طبعا الكلام ده وبيحبوا يروحوا يتفرجوا على الحاجات دي، بس في حد من العيال حب يتفرج على الخروف بتاع الحاج خميس، بص من فوق السور ورجع يجري وهو بيصرخ الحاج خميس ده بني آدم مش خروف. طبعا محدش صدق الجملة اللي اتقالت وقالوا ان الولد ده اكيد بيتخيل. لكن بعد المغرب الريحة بدأت تطلع والباب ما اتفتحش والنور ما تنورش. نروح لتاني يوم اهل البلد اتفقوا يكسروا الباب، دخلوا لقوا الدم مغرق الارض وسكينة كبيرة في النص والخروف مش موجود، بس لقوا كيس بلاستيك كبير، ولما فتحوه كانت الصدمة اللي موجود جوه الكيس البلاستيك رجلين بني آدم. الشرطة جت فورا وبدأت التحقيق، والغريب ان الحاج خميس مش موجود في البيت وملهوش اي اثر، محدش شافه. بس الجيران قالوا انهم سمعوه اخر مرة بيضحك بعد ما ذبح وبيقول ده كان رقم 13، فاضل واحد بس. الشرطة بدأت تدور ولقوا دفتر قديم في البيت مكتوب فيه تواريخ من 13 سنة، وكل عيد كبير كان بيتسجل فيه اسم وتاريخ وساعة الذبح. كل الأسماء كانت موجودة، الأشخاص اختفوا تماما، وفي آخر الصفحة مكتوب عهد الدم لازم يكتمل 14 علشان أنجو من اللي جاي. الضابط طبعا استغرب من الكلام اللي كان مكتوب وبدأ يربط الأحداث ببعضها بين اختفاءات قديمة في المنطقة وكلها كانت بتحصل في العيد الكبير. التحقيقات خدت فريق من الشرطة لأماكن بعيدة، شخص كبير في السن وأضحية بتتباع بسعر غريب وشخص بيختفي فجأة. ومع الوقت اكتشفوا ان الحاج خميس ما كانش اسمه اصلا خميس، ده كان اسم كده هو اللي مسمين نفسه من اكتر من 20 سنة. والراجل ده اصلا كان دكتور نفسي في مستشفى الامراض العقلية واترفد بسبب قضية تعذيب لمريض، وانه كان بيحاول يطبق تجربة على نفسه، تجربة اسمها تفريغ الذنب بالنيابة. قبل ما العيد يخلص بيوم في قرية جنبهم واحد اسمه الشيخ منسي بلغ ان خروف غريب جاله
ومحدش عارف جابه منين. ولما حطوا الخروف في الحظيرة لقاها الصبح متدمرة وفيها ورقة مكتوب عليها الرقم 14، جه دورك. ومن ساعتها كل عيد في حد بيختفي، وكل سنة بيلاقوا جملة مكتوبة على حيطة في بيت مهجور. العيد مش فرحة، العيد بيخلص الحساب. في الآخر لو كنت فاكر إن العيد كله لحمة وتهاني، لازم تعرف إن في ناس تانية بتفتكره وقت للانتقام، أو بمعنى أصح يعني للغفران، بس على طريقتهم هما. وممكن جارك اللي بيضحك النهاردة يكون بيخبي سر من 13 سنة. دي كانت قصة جريمة العيد الكبير. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وتقولي في التعليقات هل فعلا في حاجات بتحصل وبتتغطى ورا ستارت العيد.